عبارة عن حالة من فرط الغثيان والقيء الشديدين المستمرين أثناء الحمل، وبتؤدي إلى فقدان الوزن والجفاف. عندنا 3 تعريفات نفرق بينهم بين الغثيان والتجشؤ أو التقريع والقيء. الغثيان ده شعور بعدم الراحة في المعدة اللي هي أعلى البطن والرغبة في التقيؤ. التقريع أو التجشؤ ده عبارة عن إطلاق غازات أو هواء من المعدة عبر الفم، وعادة بسبب ابتلاع الهواء أثناء الطعام، ويكون مصحوبا بصوت. القيء ده عبارة عن عملية إفراغ محتويات المعدة عبر الفم، وبيكون مصحوب بغثيان أو بدون غثيان. هل الغثيان والقيء دول لهم فايدة أثناء الحمل؟ طبعا لهم، لأن دي بتعتبر آلية لحماية الحامل والجنين من المواد الضارة الموجودة في الطعام والشرب. ففي كائنات دقيقة بتبقى موجودة في اللحوم، وفي سموم بتبقى موجودة في النباتات، وعشان كده الحامل بتبقى عندها غثيان من الأكل في أول 3 شهور بالذات.